أهلا بيكم يا حبايب قلبي. يا رب تكونوا بخير. نورتوا قناة قصص واعترافات. حكايتنا النهاردة قصة اعتراف أحد المتابعين كما جاءت على لسانه، وهو بيحكي وبيقول: أنا شادي وصاحبي يوسف، واللي حصل من الأول. يوسف أصغر مني بشوية، عنده 38 سنة، بس فرق السن ده ما كانش مؤثر علينا خالص. بالعكس، أنا بعتبره أخويا الصغير اللي كبر قدام عيني، وهو جاري من زمان واتجوز في شقة والده الله يرحمه، وقعد مع والدته لحد ما توفت السنة اللي فاتت. سميرة مراته ست بيت شاطرة جدا ونظيفة، والأهم من ده جمالها البلدي اللي يخطف العين. تقدروا تقولوا كده شبه نورة في فيلم العار، بيضة بحمار وملفوفة ومقلوظة، حاجة قشطة من الآخر. كان يوسف دايما بيعزمنا في كل مناسبة ومن غير مناسبة أنا ومراتي، وكنا بنرد. بس للأمانة سميرة كانت أشطر من مراتي بكتير، ست فعلا تتحب وتتحسد عليها. وبحكم الثقة يوسف كان بيعتبرني أخوه الكبير، بيحكي لي الصغيرة والكبيرة ومشاكله في الشغل والبيت، لدرجة إنه بدأ يحكي لي عن أدق تفاصيل حياته الشخصية والليالي الحلوة مع مراته. في يوم جالي يوسف وهو شايل طواجن سته، بين عليه الضيق والزعل. قعدت أهدي فيه لحد ما بدأ يفضفض. قلت له: في إيه يا عم، مالك شايل هموم الدنيا كلها فوق كتافك كده ليه؟ قال لي: اسكت يا شادي، مش عارف أقولك إيه ولا أبدأ منين. قلت له: قول وفضفض، إحنا إخوات وأكتر يا راجل. قال لي: طبعا، ولولا كده ما كنتش فكرت فيك أول واحد. قلت له: إيه الموضوع؟ قال لي: حياتي كانت مستقرة وماشية تمام، لغاية من شهر كده لقيت نفسي زهقان ومليت من الدنيا والعيال، وحتى من مراتي كمان. قلت له: يا راجل حرام عليك حرام عليك، دي سميرة أجدع ست، يا بختك بيها مفيش زيها. قال لي: ما هي دي المشكلة يا صاحبي. قلت له: مراتك هي المشكلة؟ قال لي: للأسف قلت له: فهمني بالراحة وقول لي كل حاجة كأنك بتكلم نفسك. قال لي: فعلا. قلت له: حاسس إني بكلم نفسي وأنا معاك. قلت له: قلقتني يا صاحبي، إيه اللي حصل؟ قال لي: مرة واحدة ومن غير مقدمات، رغم جمال وشطارة سميرة، إلا إني حسيت بملل رهيب رهيب، لدرجة إني ما بقتش أحس بيها كأنثى. فاهم قصدي؟ قلت له: أنت اتجننت؟ دي فيها كل المواصفات اللي يتمناها أي راجل. قال لي: أهو ده اللي حصل، ومش لاقي أي تفسير لحالتي دي. قلت له: وعايز إيه طيب؟ قال لي: مش عارف، تفتكر عندك حل للمصيبة دي؟ قلت له: ولا مصيبة ولا حاجة، ما تكبرش الموضوع، مع الوقت الأوهام دي هتروح، بس حاول تجدد في حياتك. قال لي: إزاي؟ قلت له: هات لها هدايا، اخرجوا تفسحوا، سافروا، في كذا طريقة تكسروا بيها الملل ده. قال لي: عملت كل ده ومفيش فايدة، حتى هي لاحظت وحاولت تجدد بفرش جديد وأكل مختلف ولبس جديد، وبرضه مفيش تغيير. قلت له: تحب تيجوا تسهروا عندنا بكرة، وأنا هخلي مراتي تفرفشها لك شوية وتغير لها جو؟ قال لي: تفتكر مراتك هتقدر تلاقي حل؟ أنا قلت له: نجرب، مش هنخسر حاجة، وهم بيرتاحوا لبعض كأنهم إخوات. قال لي: ماشي، هقول لسميرة ورد عليك. أنا قلت له: مستنيكم بكرة، وهي مش هتمانع. قال لي: تمام يا صاحبي. مشي يوسف الساعة 2 بالليل، ومراتي سألتني: في حاجة ولا إيه؟ ماله يوسف؟ قلت لها: شوية مشاكل في الشغل والبيت، المهم أنا عزمتهم بكرة يسهروا عندنا، جهزي عشا خفيف وتسالي. قالت لي: ماشي يا أخويا، هات الحاجات وانت جاي من الشغل. تاني يوم جم الساعة 10 بالليل، يوسف كان لسه مكشر ومش في المود. قعدنا نلعب طاولة في الصالة، وقلت لمراتي: خدي سميرة جوه عشان تاخدوا راحتكم، وغمست لمراتي تظبطها وتغير مودها. بعد شوية يوسف قال لي: ما تخليهم يجوا هنا، حبسهم جوه ليه؟ قلت له: اصبر على رزقك. ربع ساعة وخرجوا علينا أحلى مزتين بنيو لوك جديد، أنا ويوسف بلمنا من غير ولا كلمة. قعدت كل واحدة جنب جوزها وإحنا مبهورين. مراتي وشوشتني: إيه رأيك؟ أقوم أرقص وفرفش القعدة؟ لقيتها فرصة أغير مودي أنا كمان. مراتي خرجت بلبس بيت مقسم على وسطها ومبين جمالها، بس انتوا ولقيت كده يوسف هتنشغلوا. عينه ما نزلتش من عليها، رغم أن مراته سميرة أجمل وجسمها أحلى، بس هو كان مركز مع مراتي، وأنا كنت مبهور بجمال سميرة. رقصت مراتي ويوسف مبهور، لحد ما قلت له: ادخل جوه أنت وسميرة،
وأنا ومراتي هنقعد هنا لغاية ما تخلصوا. بعد ما قلت له كده، يوسف بصلي بصة غريبة، كأنه كان مستني الكلمة دي بفارغ الصبر. بص لسميرة وشدها من إيدها، وزية كانت وشها أحمر من الكسوف وبتبص للأرض، ودخلوا الأوضة وقفلوا الباب. أنا قعدت في الصالة مع مراتي، بس عقلي ما كانش معاها خالص، كان مع سميرة اللي جوه. مراتي كانت لسه في المود وبدأت تاني وتقولي: إيه يا شادي، مش كفاية رقص ولا إيه؟ قلت لها: لا يا حبيبتي، ده انتي كنتي زي القمر، لدرجة إن يوسف ما كانش قادر يشيل عينه من عليكي. مراتي ضحكت بدلال وقالت لي: ما أنا خدت بالي، بس انت كمان عينك ما كانتش بتنزل من على سميرة، ولا فاكرني مش واخدة بالي؟ قلت لها: بصراحة يا مراتي، سميرة النهاردة كانت حالة تانية خالص. اللوك اللي عملتوه لبعض ده جنن الراجل وجنني أنا كمان. بدأنا نسمع من ورا الباب صوت يوسف وهو بيتكلم مع سميرة. صوته كان هادي ورايق، باين إن الملل اللي كان بيحكي عنه بدأ يدوب. مراتي قربت مني وقالت لي: تفتكر يوسف هيشكرني بعد الليلة دي؟ قلت لها: ده هيشكرك ويبوس إيدك كمان، انتي رجعتيله الروح اللي كانت غايبة عنه. مراتي فضلت تسيرني في الكلام، بس أنا كنت سامع همساتهم جوه، وكنت بتخيل سميرة بجمالها اللي ياخد العقل وهي مع يوسف. الفضول كان بيقتلني أعرف هل فعلا يوسف قدر يكسر حاجز الملل ولا لسه بيفكر في مراتي. بعد حوالي ساعة الباب اتفتح وخرج يوسف وهو وشه بيضحك ومنور، وسميرة وراه وشها زي الوردة المفتحة. يوسف قال لي: بقولك إيه يا شادي، أنا مش عارف أشكرك أنت ومراتك إزاي، بجد كانت أحلى سهرة والواحد حاسس إنه اتولد من جديد. أنا قلت له: يا عم إحنا إخوات، وأهم حاجة إنك فكيت التكشيرة دي. بصيت لسميرة لقيتها بتبتسم لي ابتسامة خجولة، وكأنها بتشكرني بنظرات عينيها على الخطة اللي عملناها. يوسف سلم عليا بحرارة، وقبل ما ينزلوا قال لي: السهرة دي لازم تتكرر يا صاحبي، الموضوع طلع فيه سر كبير. قلت له: في أي وقت، البيت بيتك. نزلوا وهم ماسكين إيد بعض، وقفلت الباب وبصيت لمراتي وقلت لها: تفتكري يا مراتي يوسف فعلا اتغير ولا هي مجرد فورة وقتية؟ قالت لي: يوسف اتغير فعلا، اللي أنا متأكدة منه إن سميرة هي اللي لفتت نظرك أنت النهاردة أكتر من يوسف. بعد ما يوسف وسميرة نزلوا فضلت الكلمات اللي مراتي قالتها بترن في ودني: سميرة لفتت نظرك أنت يا شادي. بصراحة ما كدبتش خبر، جمال سميرة في الليلة دي كان طاغي، بس اللي كان شاغل بالي أكتر هو يوسف ونظراته لمراتي وهو خارج. عدى يومين ولقيت يوسف بيخبط على بابي في وقت متأخر، بس المرة دي ما كانش مهموم، كان باين عليه الانبساط والجرأة الزيادة. قلت له: ايه يا عريس، طمني، الأخبار ايه بعد سهرة أول امبارح؟ قال لي: يا شادي يا أخويا، أنا مش عارف أقولك ايه، السهرة دي قلبت كياني، بس في حاجة غريبة حصلت. قلت له: حاجة ايه؟ قلقتني. قال لي: عارف يا صاحبي، وأنا جوه مع سميرة كنت حاسس بنشاط مش طبيعي، ولما سألت نفسي ليه اكتشفت إن صورة مراتك وهي بترقص باللبس ده ما كانتش بتفارق خيالي. أنا اتصدمت من صراحته، بس ما قدرتش أنكر إن كلامه حرق فضول غريب. قلت له: يا راجل، ده كلام يتقال برضه، دي مرات أخوك. قال لي: يا عم إحنا أخوات فعلا ومفيش بينا مخبة. أنا قلت لسميرة كده على فكرة، وسميرة كمان اعترفت لي إنها شافت نظراتك ليها، وقالت لي إنها كانت مبسوطة إنها لفتت نظرك. أنا بلعت ريقي بصعوبة، والموضوع بدأ ياخد شكل لعبة جريئة بينا. قلت له: وبعدين يا يوسف، ناوي على إيه؟ قال لي: ناوي إننا نكرر السهرة، بس المرة دي بلاش طاولة وبلاش قعدة صالة. إيه رأيك بكرة سميرة تيجي تقعد مع مراتك، وأنا وإنت ننزل نجيب عشاء ونسيبهم يجهزوا لليلة ما حصلتش؟ قلت له: تفتكر سميرة موافقة؟ قال لي: سميرة هي اللي اقترحت نلبس ألوان زي بعض ونعمل جو جديد. يا شادي إحنا كسرنا الملل، بس عايزين نكسر السقف خالص المرة دي. تاني يوم جم الساعة 9، ومراتي كانت مجهزة نفسها هي كمان وكأنها فاهمة اللعبة.
يوسف غمزلي ونزلنا فعلا نشتري حاجات، وفي السكة قال لي بقولك إيه يا صاحبي، ما تيجي النهاردة نسهر سهرة مفتوحة، يعني اللي عينه تروح على حاجة ما يتكسفش، إحنا أخوات والبيوت أسرار. رجعت البيت وقلبي بيدق. دخلنا لقينا سميرة ومراتي قاعدين، والمرة دي اللبس كان خارج التوقعات تماما.